هذا العدالة والقضاء مشكوك بها عادة في الأفلام، في المسلسلات، في الروايات، في القصص. ناس جهلة كما يجهلون تاريخنا، كما يجهلون أن خير الناس في تاريخنا أن بعد الرسول عليه وعلى آله الصلاة والتسليم الشخصية الوحيدة المفكر اللي هو لينكولن الرئيس الأمريكي اللي حرر العبيد، واللي أثبتت الأيام صواب نظرته فيها، في حين خطأ ماركس وخطأ هيجل وخطأ ديكارت وخطأ إلى آخره من القاعدة. ولينكولن كان محاميا وكذلك غاندي محاميا اللي أورد شيء لم يرده لا الأولين ولا الآخرين. خذ كل أغلب رؤساء وزاراتنا في العهد البائد باستثناء نور باشا ليس إلا من المحامين. لما جاء ماسنيون إلى بغداد، ماسنيون شيخ المستشرقين، حلاج يعني حق لما يقول أن لا صوت أوجع من الجهل، ما جهله ما تعرف. لما جاء ماسنيون أراد أن يناقش أحد العراقيين باعتبار مقر التصوف أحد البغداديين، قال ارسلوا لي إلى عباس العزاوي المحامي، في حين الكرملي موجود والرصافي موجود والزهاوي موجود والقائمة اللي يسموهم أنتم مثقفين لها بداية وليس نهاية. حاجج عباس العزاوي أسبوعين في الكنيسة الموجودة في الشارجة جنابك في بغداد في مجلس الأب الكرملي اللي هو عالم لغة، من الساعة 8 إلى الساعة 12 لمدة أسبوعين. هل أن الأمر وحدة وجود أم وحدة شهود؟ أنت عندك اعتراض على رموز بغداد؟ أنا ما اعتراض عندي، مو كل كثيرون ممن أشرتهم لهم بالبنان أصحاب السيتين كاذب فعلا. نعم. كثيرون الآن من دكتوراه جنابك لا يفرق بين ابن الجوزي وابن الجوزية، لا يعرف أن ما هي نظرية المعتزلة، ما يعرفها، ما يعرف أن بغداد بها أبا منصور الحجلي متصعلك في بغداد أورد نظرية الشك قبل ديكارت. لا بل كان ديكارت تقوم نظريته على أساس الشك في الأشياء. منصور عجي يقول حتى الشك، يقول نحن شاكون حتى اننا شاكين في كوننا شك.